ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مطبخ لين. تعالوا كده النهارده اقول لكم على تجربتي في جهازي مع جوازي. حلوه في جهازي مع جوازي. تعالوا اقول لكم انا جبت طقم اللي هو الاربع طقمه، اللي هو كان نازل اعلان كده على النت، وانا طبعا ما كنتش اعرف خالص، ومفيش اي حد نصحني اني اجيب ايه. حتى كل اللي شافه محدش قال لي عليه، كله قال لي كويس، محدش قال لي اللي هو مش حلو. كان في ايدي اني ارجعه. ما علينا يعني. جبت الطقمة، عايزة اقول لكم من اوحش حاجة جبتها في جهازي، وحشة جدا 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 فوق ما تتخيلوا. وانصح اي عروسة بجد بجد ما تجيبيش الطقم ده. انا عندي تجيبي طقم واحد ويكون غالي، ولا تجيبي الطقمة اللي انا بقولك عليها دي. جبت الطقمة دي جرانيت وتيفال والمونيا وسيراميك. انا عايزه اقول لكم انا لو مش مهتميه بيهم كمان مش هيوصلوا للمرحله دي. انا يعني لما لقيتهم اللي هم بيجلخوا والكلام ده بقيت ادعكهم. انا زي والدتي ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه ويطول في عمرها، ما بتعرفش تعمل حاجه غير اللي هي بتخليها بتلمع كده، فانا واخده منها الحته دي. فاني انا كنت بتعامل مع تيفال زي ما بقول لكم، كنت بتعامل معاه بالراحه، بس لقيته زي بيجلخ كده. زي ما قلت لكم كده بجد كان وحش جدا، وتجربته كانت معايا بجد فاشله قوي. آمم، كنتِ أنا باستعمله، يعني باحاول أستعمله على قد ما أقدر وأحافظ عليه. الطاسة دي بقى كانت تيفال، كنت جايباها من رنين، كانت عاملة بتاع 400 جنيه. بس عايزة أقول لكم ما شاء الله جميلة، جميلة، جميلة. خلّي بالكم أنا ما كنتش أفهم خالص في حاجة المطبخ ولا في الكلام ده كله، عشان أنا والدتي برضه ربنا يديها الصحة يا رب ويبارك فيها كانت مدلعاني جدًا، 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 جدًا. بس طبعا لما جيت اتجوزت طبعا لازم شلت المسؤولية، لازم اعمل اكل وشرب واهتم بنظافة بيتي واولادي وجوزي. فطبعا الحياة تجارب، فانا لما جربت ده طبعا عرفت الاحسن والاوحش. وخلوا بالكوا يعني لازم تسألوا كذا حد قبل ما تجيبوا جهازكوا. وانصحكوا اللي هو مش بكتر الحاجة، مش بكترها خالص.